نقيب الموسيقيين بالسب والقصف. مين هو الصحفي المشاكس هاني عزب؟ هاني عزب صحفي صاحب تجربة متميزة، قدر إنه يبني تجربة خاصة جداً من خلال صفحته على فيسبوك عشان يتحول من صحفي شاطر ومجتهد لمؤسسة كاملة الكل حريص على متابعتها ومصدر أخبار مهم مش بس للناس ولكن للصحف والقنوات ووسائل الإعلام التقليدية المختلفة. هالخبر أعلن عنه حصرياً الصحفي هاني عزب بصورة، ومن بعدها الكل بدأ الحديث عن الخبر. مؤخراً قرينا أخبار عن تحرير هاني أول محضر في نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، محضر اتهموا فيه بالسب والقذف والتهديد، وده من خلال رسالة بعتها ليه النقيب على الواتساب. فيا ترى ليه؟ هاني وعبر صفحته نشر خبر مدعم بفيديو لحمو بيكا مطرب المهرجانات سابقاً وعضو شعبة الأداء الصوتي حالياً. الفيديو كان تاني يوم من المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين، واللي سمحت لمطربي المهرجانات فيه بالغنى بشرط وجود فرقة معاهم مكونة من 12 عازف من أعضاء النقابة. في الفيديو حمو بيكا بيغني بفلاشة عادي، وقدام مين؟ قدام النقيب صاحب القرار. وحسب المحضر اللي عمله الأستاذ هاني في اسم شرطة العجوزة، فالفنان مصطفى كامل هدده وتعدى عليه بالسب والقذف. فيا ترى مين هاني عزب؟ صحفي المعارك الفنية، بيشتغل في الصحافة الفنية من أكتر من 15 سنة. كل سنة وانت طيب يا هاني عزب، انت من الناس المحترمين والصحفيين المحترمين. هاني عزب الصحفي المعد الخطير، وكان واحد من أشهر صحفيين الفن في اليوم السابع. فجر العديد من القضايا الصحفية الشهيرة، منها قضية زينة وأحمد عز، وانفرد فيها بكتير من الوثائق المهمة. بس المهم تبقى أخلاق راجل، صفات راجل، ودي مش موجودة غير الحمد لله يعني في زي أستاذ هاني عزب مثلا يعني. وكمان انفرد بأول حوار مع حلا شيحة أعلنت فيه عودتها من الاعتزال. عايز بس اعتذر للزميل هاني عزب في اليوم السابع لأنه هو صاحب السبق بتاع الفنانة حلا شيحة وغيرها من الانفرادات الفنية. وصفوا الفنان تامر حسني بأنه أفضل صحفي فن في مصر. حقيقي هاني عزب على الإعداد، إعداد يعني مسيطر. كمان نال إشادات العديد من النجوم، هاجموا العديد من الفنانين ودخلوا معاه في معارك شخصية زي أحمد فلوكس وريهام سعيد. اشتغل كمعد ومدير تحرير لأشهر البرامج الفنية في قنوات زي الحياة والنهار وأون إي وغيرهم، واشتغل كرئيس تحرير لعدد من برامج الراديو، منها احكي يا شهريار وبحب السيما وابيض واسود. وبيتابع صفحته على فيسبوك قرابة 1,000,000 شخص، وأنتج عدد من برامج الديجيتال زي بتاعة الفن المتخصص في النقد السينمائي ومباحث الموضة، واشتغل كمنتج منفذ للمسلسل الإذاعي كابتن فرشيحة، واستضافته عدد من المحطات التلفزيونية الكبيرة كمحلل وناقد فني، منهم العربية والسي بي سي. في هاني عزب الصحفي هاني عزب، الأستاذ هاني عزب الكاتب الصحفي باليوم السابع. في هاني عزب فيديو. اليوم عندنا إن شاء الله هاني عزب زي ما وعدناكم، هو موجود في زيارة لجدة، واليوم حيكون ضيفنا مباشر من الاستوديو خلال الساعة الثانية. حنتكلم عن ملفات على الصحفي هاني عزب. ويا اهلا وسهلا فيكم برنامج كاتم، مكملين معاكم ولسه معانا ضيفنا المتألق الرائع الصحفي الإعلامي هاني عزب.